مشكلتي ان اما اللاعب يعطيني لاعب باص اتوتر وما اعرف ايش اسوي. يعني اما زميله يرجع له الكوره ما بعرفش يعمل فيها ايه، فبتوتر، فبتلابخ الكوره تعدي تقلش من فوق رجله تقلش من تحت رجله. هي دي الثقه. لازم تكون واثق من نفسك. انت عارف انت نازل بتبقى قلقان ومتوتر انك تغلط، ودي اكبر غلطه. تركز الحمى ما قبل المباراه دي. اي حد طبيعي ان هو نازل يبقى متوتر. التوتر بيروح امتى؟ مع اول باص بيجي لك وانت بتلعبها صح. فانت عشان ما تغلطش اول كره تجيلك شيلها، شيل الطويل على طول. طيب تاني كره جات لك استلم، اعمل باص لزميلك. تالت كره جات لك استلم، طلعها بره. ما تخافش، انت ملك الساحه، انت واقف ورا كده ملك، شايف الملعب كله. ايه المشكله ما تغلط؟ هو انت ما غلطتش قبل كده؟ لسه عايش ولا لا؟ إيه اتريقوا عليك؟ المشكله اتعلم. كل يعني كتر التكرار بيعلم الايه؟ الشطار. فانت كل يوم بتتمرن اكتر، كل يوم بتلعب ماتشات اكتر، كل يوم بتغلط اكتر. اصل خلي بالك مدرب الحراس بتاعك هو ايا كان مدرب حراس لو بيمرن حراس منتخب مصر، ما تفكرش هم حراس منتخب